السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل على أحلى وأجمل المشتركين ومشاهدين القناة. النهاردة يوم من أيام رمضان، الأيام المفترجة، وبنسلي صيامنا ونجرب الزغاليل ونشوفه ونطلع مع بعض ونشوف الزغاليل بتجري ازاي، وكلام مهم ومعلومات مهمة في غاية الحمام هنقولها لحضراتكم. اتفرج على الفيديو لحد اخره وان شاء الله تستفاد كل معلومة عنه. يلا بينا نطلع الغاية ونفتح الزغاليل نجريها ونشوفوا نجحنا ان احنا نخلي الزغاليل تجري بسرعة بعد ما عدينا بكل المراحل والخطوات اللي شرحناها في الفيديوهات السابقة. طلعنا الغاية والاجواء شتاء، ويمكن المية اهي في الارضية طول الليل بتشتي، والجو لسه مازال في اسكندرية شتاء وساعة. هنجر الزغاليل ونشوفوا بدأوا يجروا في نقط خفيفة. الزغاليل اهي يلا بينا عشان ما نكسلهاش نصلوا صيامنا مع بعض ونتفرج. الزغاليل بدأت تطلع اهي. ماشي، هنسيبه متأخر، هنسيبه كله طلع. الزغاليل طلعت اهي وهيبدأوا يمشوا يعملوا المشوار بتاعهم ونبدأ نفتح ونتأخر. لو انا اتأخرت المجموعة الأولانية بتعلي وما بتلحقهاش المجموعة التانية. اهو حضرتك مجموعة قطعت وفي مجموعة تانية ما بنلحقش نقفل البيبان في العالي، يمكن الكاميرا كمان مش هتقدر تجيب. شهر جميل، شهر مبارك، في 3 هم بيلموا معاهم ما لحقوهمش كده، في 2 3 جروا اختفوا. دول هيلموا بعض ويجمعوا بعض. انا بديهم حصة دلوقتي حوالي 1.5 ساعة في العالي اهم، هيبدأوا يجمعوا بعض ويمشوا. اهم حاجة في الزغلول جري. الزغلول لازم يجري من صغره كويس وما تكسلهوش، ومفيش حاجة اسمها الزغلول يتساب على العرق. طبعا عليهم جامد هم مستركبين قوي وبيوسعوا وهيبدأوا يختفوا. مفيش حاجة اسمها الزغلول يقعد ويخلص على العرق، الكلام ده غير صحيح بالمرة. الزغلول يجري من صغره، المرحلة اللي احنا شرحناها مش صغير قوي يعني، لسه بيصاصي، يكون فك ريشة او 2 وبدأ جناحاته تبقى تشيله. من هنا نبدأ نجري الزغلول ونضمن ان هو مش هيقع في السكة. في 3 4 هم قدامهم والباقيين ماشيين وراهم اهو. تمام، خلاص خد ميعاد، نظم كده، دخلوا فورمة وبيجروا بيختفوا ويقعدوا بقى ربع ساعة 1/3 ساعة اهم داخلين في وشهم، داخلين كده خلاص بدأوا يختفوا كده، باينين حاجة بسيطة. الزغاليل قعدت 1/3 ساعة مختفية وبتيجي اهي بتعلم تمشي تاني تغير اتجاهها، وهو ده جري الزغاليل، تجري في جميع الاتجاهات. الزغاليل تجري في ال4 اتجاهات
كده يتعلموا ان هم لو اتفضلوا او يخشوا اي حتة يعرفوا يروحوا، يعلموا الغية بتاعتهم من كل الاتجاهات. هم بيمشوا تاني ويرجعوا، يعني كده معدل تدريبهم الحمد لله كويس، جروا في وقت قياسي. نجهزوا دفعة تانية ان شاء الله نبقى نشوفوها في اخر الفيديو واحنا بنفتحها، كل دفعة لوحدها، ما نضمش دفعة على دفعة طالما في تفاوت. يبقى يا اما نأخر الدفعة اللي هتبدأ تجري وتطير، يا اضيع الزغاليل الصغيرة ويجروا ورا الزغاليل الكبيرة، وده هنشرحوه في اخر الفيديو. خلاص دخلوا كده فورمة، لموا كلهم كويس وبيجروا كويس. هفتح لهم نفسهم ووقتهم عشان يقعدوا مدة أطول في الجري، أجرأهم وافتح نفسهم كل يوم أكتر من اللي قبل.